شايف الفيديو اللي قدامك ده؟ النوع ده من الانيميشن اسمه يو اي انيميشن، والنوع ده بقى ترند مؤخرا وناس كتير بتدور عليه وناس كتير بتستخدمه، لان النوع ده بيستخدم اكتر في الاعلانات، وانك مثلا هتعمل اعلان على تطبيق او اعلان بطريقه احترافيه مثلا كده زي اللي انت شايفه قدامك دي. فوانا بدور على اليوتيوب لقيت فيديو لشخص اسمه حسام. الراجل ده محترم جدا وشرحه ما شاء الله عليه وفيديوهاته جميله جدا. سيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعته في الديسكريبشن، وهسيب لكم لينك الفيديو اللي هو بيعمل فيه نفس الفيديو اللي احنا هنعمله. الفيديو اللي احنا هنعمله ده بتاعه يا جدعان انا بس بشرحه على برنامج دافينشي. هو الراجل مشكور ووافق ان احنا نشرح الفيديو بتاعه على برنامج دافينشي، فانا وظيفتي دي كلها ان انا هعمل نفس الفيديو اللي هو عمله لكن على دافينشي، علشان اوريكم دافينشي ريزولف نقدر نعمل فيه اي اديت احنا عايزينه او اي حاجه احنا عايزينها، لكن بس محتاج شويه فهم كده لصفحه الفيوجن. واحدة واحدة مع بعض هنبدأ نفهمها ونتعلمها كلها إن شاء الله. ففي البداية ما تنسوش تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك لو مش مشتركين في القناة، عشان في نسبة كبيرة من الناس مش مشتركة في القناة. اكتبوا في الكومنتات الحاجات اللي انتوا عايزين تتعلموها في الفيديوهات الجاية، او لو عايزين نعمل مونتاج لحد معين او ستايل معين عايزين تتعلموه في دافينشي اكتبوا في الكومنتات. اظن بعد الفيديو ده يا جدعان مش هيبقى لكم حجة انكم بتستخدموا ادوبي بريمير وادوبي افتر افكت بكراك، لان الكراك حرام طبعا. انت مقتدر يعني اشتريه، مش مقتدر تعمل بدافينشي ريزولف لحد ما تجيب عملاء وتجيب شغل ومش عارف عايز بعد كده تحول على افتر افكت وبريمير، واظن انك عمرك ما هتعمل كده، لان لو فهمت دافينشي وتعلمته صح يعني انت مش هتحتاج اي برنامج تاني. فاول حاجه هنعملها في الفيديو ان احنا هنبدا نحلل المشهد بتاعنا. انا معايا المشهد اهوت. اول حاجه معايا باك جراوند، في اول فريم معايا باك جراوند بيضه كده من الجناب وفيها زي حته سودا كده جريدينت راديال كده من النص، وعندي الاليمنت ده اللي هو الازرق ده الكبير ده واخد برضو جريدينت كده وواخد دروب شادو، وعندي الاليمنت ده برضو نفس النظام وواخد علامه الاكس كده، في علامه اكس في النص كده، وعندي الخط ده. بعد كده هبدأ أشغل الفيديو بتاعي أشوف إيه اللي بيحصل. هبدأ أشغل كده واحدة واحدة فريم باي فريم. هلاقي إن في كلمتين كده بيطلعوا يور اب، وديت بيحصل لها روتيشن كده وبتيجي ناحية اليمين تمام، وبيبدأوا يصغروا كده ويرجعوا لورا. والجريدينت فيل اللون الأزرق بياخد مساحة أكبر من اللون الأبيض، وبعد كده يبدأوا يصغروا والأشكال دي تبدأ تطلع كده بالشكل ده. بعد كده الجريدينت يبدأ يتملي، يعني دي بتبقى زرقاء كلها. هنا كانت نصها ابيض نصها ازرق، هنا بقى نصها ازرق. بعد كده زوم ان، كل ده بيطلع، ده بيجي ناحية الشمال تمام. الباك جراوند بتبدأ تبقى لونها اسود. بعد كده يبدأ التكست ده ينزل بالشكل ده كده واحدة ورا واحدة، وبعد كده يبدأ ينزل الشكل ده بتاع ستارت ناو. اول حاجه هبدا اعملها ان انا كليك يمين نيو فيوجن كومبوزيشن وادوس كرييت، واسحب الكومبوزيشن على التايم لاين واحدد المده بتاعتها بحيث ان هي تبقى نفس مده الفيديو. ادخل اول حاجه على الفيوجن بيج، بعد كده اجي على الميديا بول، هسحب الريفرنس بتاعي كده عشان اعمل اللي وراه، يعني عشان مش كل شويه افضل اخرج على الايديت بيج. فهجيب الريفرنس كده واضغط عليه رقم 1 هيظهروا لي في الفيور الاول، واجيب الميديا اوت انزلها تحت كده او ارفعها فوق كده. انا بحب اشتغل فيرتيكال. لو عايز تشتغل نفس ما انا شغال كده تعالى على ورك سبيس لاي اوت بريسيت فيوجن بريسيت واختار ميد فلو فيرتيكال، هتلاقيها عندك ديفولت. انا بشتغل على ميد فلو فيرتيكال، ده يعني بحب اشتغل كده، يعني ده بيريحني كده. فاجي على الميديا اوت هخليها فوق كده. هاجي اول حاجه اجيب باك جراوند واوصلها بالميديا اوت بتاعتي. هبدا اعمل باك جراوند زي ما هو عاملها كده. هاجي على الطيب اخليها جريدينت، وعلى اللينير اخليها راديال، واسحب النقطه السوداء كده في النص، واجي على الاسود ده اخليه مايل للابيض كده شويه. بعد كده هاجي اعمل الاليمنت بتاعتي دي، لكن عشان اتحكم فيهم كلهم مره واحده هعملهم في حاجه اسمها مالتي ميرج. فهاجي ابحث كده شيفت وسبيس مالتي ميرج بالشكل ده كده، وابدا اضيفها على التايم لاين، لكن هضيفها برضو في ميرج لوحدها، علشان لو انا عايز اتحكم في الميرج لوحدها اقدر اضيف عليها ترانسفورم هنا ما تاثرليش في الباك جراوند. هتفهموا ده بعدين يعني. اول حاجه اعملها ان انا هجيب باك جراوند اوصلها بالباك جراوند انبوت بتاع المالتي ميرج واخلي الالفا بتاعتها 0. بعد كده هجيب باك جراوند اوصلها بالمثلث الابيض ده، وفي حاجه في المالتي ميرج ان انا اقدر اوصل بيها عناصر كتير زي الميرج 3 دي. فكل ما اوصل حاجه في المثلث الابيض هلاقي مثلث ابيض تاني بيظهر لي اقدر اوصل فيه حاجه جديده. فانا كده عندي الباك جراوند السوداء ديت، هاجي اضيف ريكتانجل ماسك عليها بالشكل ده، وابدا اصغر الهايت واصغر الويدث بالشكل ده كده،
بالشكل ده واديها كورنر راديوس، وابدا اجي على الباك جراوند اخليها جريدينت، وابدا اسحب الهاندل دي كده والهاندل دي كده، واجي اغير اللون الاسود اخليه ابيض، والابيض من هنا كده اخليه ازرق بالشكل ده، وابدا اظبطهم زي ما الراجل عاملهم. بعد كده اديها دروب شادو واقلل البلور شويه، اقربه شويه كده، ممكن ازود السترينث حاجه بسيطه خالص كده. بعد كده اجي اعمل الدايره ديت، هاجي على الباك جراوند والدروب شادو كاترل سي كاترل في، واضيفهم في المالتي ميرج، واجي على الباك جراوند الجديده ديت اضيف لها اليبس ماسك. تعالوا نسمي كل حاجه. هاجي على الباك جراوند ديت اسميها سيركل، والباك جراوند ديت هسميها بيج شيب اللي هو الشكل الكبير يعني مثلا، عشان بس ايه نبقى واخدين بالنا. بعد كده هاجي اضيف ترانسفورم كده، وابدا اصغر الدايره دي بحيث ان هي تبقى غالبا نفس الحجم بتاع الشكل ده، وابدا اجيبها كده هنا الناحيه دي ناحيه اليمين شويه. بعد كده اجي اقف على الباك جراوند بتاعتها واسحب الهاندل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاجي اعمل علامه الاكس، هسحب باك جراوند اوصلها فوق الدروب شادو واخلي لونها ابيض، واجيب لها ريكتانجل ماسك اوصله بيها، وابدا اصغر الحواف بتاعته كده بالشكل ده، واديله كورنر راديوس. بعد كده اخلي الانجل بتاعته 45، واجي انسخ الريكتانجل ده كاترل سي كاترل في، واضيفه برضو بعد الريكتانجل تاني. يعني كده عندي اتنين نفس الريكتانجل، لكن هاجي على الريكتانجل التاني ده واخليها سالب 45 الانجل بتاعته، هيديني شكل الاكس اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاجي اعمل البار اللي موجود تحت ده، هجيب باك جراوند اوصلها بالمالتي ميرج، اجيب لها ريكتانجل ابدا اعمله بالشكل ده، واغير السنتر بتاعه اخليه هنا كده، هزود الويتس بتاعه شويه كده، واديله كورنر راديوس، هيبقى معايا بالشكل ده كويس خالص. لكن هو لونه مش اسود، فانا هغير لونه اخليه لون رمادي كده شويه بالشكل ده كده. بعد كده هبدا اشوف الفيديو بتاعي واعمل الانيميشن. فانا اول حاجه هاجي اضيف ترانسفورم هنا كده بعد المالتي ميرج عشان اتحكم فيهم كلهم مع بعض. يعني بصوا كده انا بتحكم فيهم كلهم مع بعض. هاجي اعمل كي فريم على السايز وكي فريم على السنتر عند الفريم 0، واجي عند فريم 30 اصغر السايز بتاعي كده شويه وارفعهم فوق كده شويه، اجيبهم هنا كده شويه على ما اظن. يعني الحاجه مش لازم تكون مظبوطه زي ما الراجل عامل برضو، يعني انت لو غيرت حاجه مش مشكله، هلاقي معايا بقوا بالشكل ده. لكن انا ممكن اخليهم يبداوا كبار كده ويبداوا من هنا زي ما الراجل عامل. هاجي على السبلاين احدد الترانسفورم بتاعتي، لازم اتاكد ان انا مفعل شو اونلي سيلكتد تول من الثلاث نقط دول. ادوس هنا زوم تو فيت كاترل ايه كليك يمين، اجي على الايز اوت كيوبت، هلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده زي ما الراجل عامل بالظبط. هحتاج اجيب الاتنين دول هنا كده شويه، فانا هاجي على الترانسفورم دي اجيبها هنا دي كده شويه، وهاجي اضيف ترانسفورم للباك جراوند دي او للشيب ده واجيبها هنا كده شويه، ودي هجيبها هنا كده شويه عشان تبدا تعمل الانيميشن بتاعها. هاجي على الفريم 0 واجي اعمل كي فريم على السنتر، واجي عند مثلا فريم 30 او فريم 25، وهجيبها هنا كده اخليها تيجي الناحيه دي. بعد كده خلال الانيميشن بيحصل ان علامه الاكس دي بتبدا تعمل روتيشن، فانا هاجي على الباك جراوند اللي هي علامه الاكس ديت اضيف لها ترانسفورم كده، واجي اعمل كي فريم عند الفريم 0، اعمل كي فريم على الانجل، واجي عند فريم 40 مثلا واعمل كي فريم تاني، ارجع على كي فريم 0 وابدا اخليها بالسالب كده بحيث ان هي تلف كذا لفه. وبعد كده اجي على السبلاين زوم تو فيت كاترل ايه كليك يمين اوت كيوبك بالشكل ده، وابدا اسحب الهاندل بتاعتي بالشكل ده كده، وهلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده زي ما هو عمل. لكن هيحتاج برضو اظبطه من الكي فريم شويه، هقربه كده شويه حاجه بسيطه بالشكل ده. برضو ديت هحتاج اعمل لها كاترل ايه اوت كيوبك بالشكل ده، فهلاقي معايا الانيميشن نفس ما الراجل عامل بالظبط. وخلال ما الانيميشن ده بيحصل بيبدا الازرق اللي في الحاجتين دولت بيبدا يكتر، فهاجي على الباك جراوند اجي على الفريم 0، هعمل كي فريم على الستارت، وهاجي على فريم حوالي فريم 30 هعلي الستارت كده بحيث ان الازرق يبدا يملى الشكل بتاعي اكتر. ونفس الموضوع مع الباك جراوند التانية اللي هي الدايره عند الفريم 30 برضو اعمل كي فريم على الستارت وكي فريم على الفريم 0، واجي على الفريم 30 على الكي فريم اللي انا عملته ابدا ازود او ارفع الهاندل بتاعتي شويه كده، لكن هخلي شويه ابيض كده زي ما انتم شايفين. هاجي احدد الاتنين باك جراوند واجي على السبلاين كاترل ايه كليك يمين اوت كيوبك بالشكل ده. بعد كده هاجي ابدا اضيف التكست اللي بيحصل معايا او اللي بيطلع معايا في الشكل ده، فهاجي بعد الباك جراوند ديت اضيف تكست بلس اوصلها هنا كده هتعمل لي ميرج. هاجي اكتب زي ما الراجل كاتب يور اب بالشكل ده،
فهاجي ابدا اعمل الانيميشن للتكست. هاجي عند الفريم 0 كده، كليك يمين، اختار فولور، واجي ادخل على الموديفاير، وبعد كده اجي على ترانسفورم. من هنا اغير الترانسفورم من كاركترز اخليها ووردز، واعمل كي فريم على الاوفست. هيعمل لي حاجه اسمها باس رقم 5 ملناش دعوه بيها. هاجي ارجع كده على الفولور، اضغط كليكين عليها، واجي عند الفريم 0 هنزل الكلمه بتاعتي بحيث ان هي تخرج من الشكل كده. واجي عند فريم 8 مثلا هرفع الكلمه بتاعتي كده بحيث ان هي ترجع هنا كده. واجي اعمل برضو ايه على الاوباستي، عند فريم 8 اخلي الاوباستي 1، وارجع عند فريم 0 اخلي الاوباستي بتاعتي 0. وبعد كده اجي على التايمنج ازود الديلي تايم حاجه بسيطه كده بحيث ان الكلمه الثانيه تطلع بعد الكلمه الاولانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اتنين ما بيطلعوش مع بعض. بعد كده هاجي اخد الريكتانجل ده اوصله في الماسك بتاع التكست بحيث ان التكست يفضل جوه الشكل ده بس. فهلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاجي على الترانسفورم دي، اجي على فريم 65 اعمل كي فريم على السايز وكي فريم على السنتر، وابدا اصغر السايز بتاعي كده شويه وارفع السنتر بتاعي كده لفوق شويه بالشكل ده كده. واجي على السبلاين زوم تو فيت، احدد اخر 2 كي فريم انا عاملهم، كليك يمين اوت كيوبك، واجي اتفرج كده الاقي نفس الانيميشن اللي هو عامله بالظبط، نفس الانيميشن اللي هو عامله، لكن احنا بادئين قريب شويه او بادئين قبله شويه. اقدر اجي على الكي فريم واجي احدد الاتنين كي فريم دول كده واسحبهم قدام حاجه بسيطه خالص، واجي برضو احددهم تاني، كليك يمين، اجي على الايز اوت كيوبك بالشكل ده، هلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده. بعد كده هاجي اعمل العناصر اللي هو عملهم دول، لكن برضو في حاجه وانا بعمل زوم اوت الزرقان ده بيبدا يتملي، فهاجي على الباك جراوند برضو بتاعه الشكل الكبير، واجي اعمل كي فريم عند الفريم حوالي 50 او فريم 55، هعمل كي فريم برضو على الستارت، واجي اسحبها لقدام كده بحيث ان هي تبقى كلها زرقاء. ونفس الكلام هعمله على الباك جراوند التانية، هاجي على الستارت كي فريم وهرفع الستارت كده بحيث ان تبقى كلها لونها ازرق، وهاجي على السبلاين احدد الاتنين باك جراوند زوم تو فيت، احدد اخر 2 كي فريم كده، كليك يمين اوت كيوب. بعد كده هاجي اعمل العناصر اللي بتطلع ديت، هاجي اضيف مالتي ميرج برضو، اسحبها بقى من هنا كده واضيفها فوق الميرج دي، هتعمل لي برضو ميرج كمان عشان اقدر اتحكم فيهم بشكل منفصل. هاجي هسحبها هنا كده، هاجي اول حاجه اضيف لها باك جراوند في اليلو اوتبوت بتاع الباك جراوند واخلي الالفا بتاعتها 0، واجي اضيف باك جراوند في المثلث الابيض واضيف لها ريكتانجل ماسك، واغير اللون بتاع الباك جراوند للون الاخضر شويه كده زي ما هو عامل، يعني اظن هو عامل اللون ده، واخلي الفيل او الليفل بتاع الريكتانجل قليل شويه بحيث ان هو يديني ايه تاثير غالبا نفس التاثير اللي الراجل عامله يعني شويه. بعد كده ابدا بقى اظبط الريكتانجل بتاعي بحيث ان هو يبقى كده بالشكل ده كده، ويبقى هنا بالشكل ده. بعد كده هاجي اعمل المربع الابيض ده، هجيب برضو باك جراوند كمان اضيفها فوق الباك جراوند دي، واضيف لها برضو ريكتانجل ماسك، وابدا برضو اغير الابعاد بتاعتها بالشكل ده، هجيبها هنا كده واغير الابعاد بتاعتها بالشكل ده كده، واضيف لها كورنر راديوس يعني على ما اعتقد هي بالشكل ده كده، واغير اللون بتاعها للابيض. وعلشان اعمل الستروك الاسود اللي معمول على الشكل اللي هو عامله ده، هاجي كده اجيب باك جراوند سودا واضيفها فوق الباك جراوند البيضه دي، واجي على الريكتانجل ده كاترل سي كاترل شيفت في، واضيفه على الماسك بتاع الباك جراوند ديت. انا كده معايا حاجه اسمها انستنس ريكتانجل ماسك، يعني الماسك ده مرتبط بالماسك ده، ما بينهم الخط الاخضر ده، فاي حاجه من القيم ديت انا هغيرها هتبدا تتغير في الماسك ده برضه. لكن انا عايز ان انا كل حاجه اتحكم فيها عادي، لكن اجي على البوردر ويدث كليك يمين دي انستنس، واجي على السوليد كليك يمين دي انستنس عشان ابدا اتحكم فيهم بشكل منفصل. فهاجي اعمل انشيك للسوليد وابدا ازود البوردر ويدث كده معايا، هيبدا يعمل لي ستروك اسود كده بالشكل ده. بعد كده هبدا اضيف الشكل اللي هو عامله هنا ده، طبعا هتحمله من على النت زي ما قلنا، اي موقع فلات ايكون او فري بيك او اي حاجه، وابدا اضيفه فوق الشيب بتاعي بالشكل ده كده. لا انا مش عايز الشكل ده، انا عايز اول حاجه اللي هو الجنرال شات شكل الماسنجر ده، واضيف له ترانسفورم وابدا اصغره بالشكل ده كده، واسنتره جوه الشيب بتاعي واصغره كمان شويه، هيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ابدا اضيف التكست بتاعي، اسحب تكست احطها فوق الشيب اللي انا عملته، واكتب مثلا ايه جنرال شات زي ما هو كاتب، اغير لونها اخليه زي ما هو عامل للون الرمادي كده شويه او الفراني ده شويه، وابدا
اغير السايز بتاعها كده وارفعها لفوق كده شويه، اسنطرها زي ما الراجل عامل بالظبط. بعد كده هبدا اعمل انيميشن لشكل واحد، وهنسخ الانيميشن لبقيه الاشكال مع تغيير الكي فريم بس مش اكتر. فهجيب ترانسفورم اضيفها على الشكل اللي انا عملته، وهاجي عند فريم، يعني الاشكال بتبدا تطلع من فريم حوالي فريم 40، هاجي اعمل كي فريم على السنتر وكي فريم على السايز، وابدا انزله تحت كده واكبره شويه كده وانزله لتحت كده، واجي عند فريم حوالي فريم 70 يبدا يطلع كده بالشكل ده، يبقى هنا كده، والسايز بتاعه يرجع طبيعي بالشكل ده. واجي على السبلاين كاترل A، كليك يمين اوت كيوبك، هلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده كده. بعد كده بيبدا يعمل زوم ان والاشكال دي بتبدا تطلع. انا هعمل الانيميشن كله في واحد زي ما قلنا، وهبدا بقى ايه كوبي وبيست على طول على الاشكال التانية. فهبدا اعمل الزوم ان اللي هو عامله، هاجي اضيف ترانسفورم جديده على المالتي ميرج القديمه اللي احنا عملناها، وبعد كده هنسخها واحطها هنا. هاجي عند فريم هو بدا الزوم ان من حوالي غالبا فريم 95 او فريم 93، هاجي اعمل كي فريم على السايز وكي فريم على السنتر برضو عشان لو احتاجته، والزوم ان بيخلص حوالي في الفريم 110. هعمل زوم ان كده بالشكل ده، ودول هينزلوا كده ايه بالشكل الصغير ده، او مش هعمل على السنتر. فانا هعمل كي فريم بس على السايز بالشكل ده، اكبرها برضو شويه كمان. لا، هنحتاج نعمل كي فريم على السنتر، هيبقى معايا الزوم ان بالشكل ده. على السبلاين برضو كاترل A، على الايز اوت كيوبك، واجي على الترانسفورم دي كاترل C، كاترل شيفت في، واحطها بعد المالتي ميرج ديت عشان لو انا غيرت حاجه اغيرها في الاثنين. هاجي الاقي الانيميشن معايا بقى بالشكل ده كده، وخلال ما الزوم ان بيحصل او في نهايته بتبدا بقى ايه الشكل ده يطلع لفوق. فهاجي على الترانسفورم دي كده عند فريم كام؟ غالبا عند فريم 100، هعمل كي فريم على السنتر الشكل ده، واجي عند فريم حوالي فريم 105 وابدا ارفع ديت لفوق كده بالشكل ده، واجي على السبلاين احدد اخر كي فريم ده، كليك يمين ان اوت كيوبك بالشكل ده كده، واجي بعد كده اضيف ماسك للمالتي ميرج دي علشان اي حاجه تطلع فوق الخط ده تختفي. فهجيب ريكتانجل ماسك واوصله بالماسك انبوت بتاع المالتي ميرج دي، وابدا ارفعه كده فوق الخط ده كده بالشكل ده واعمل له انفيرت، فهلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاجي على كل اللي انا عملته ده احدده كده كاترل C، واجي هنا كاترل V، واوصل الترانسفورم دي بالمالتي ميرج، واجي على الميديا ان اللي هو اللوجو اللي انا عملته ده ابدا اغيره للوجو التاني اللي هو هيبقى لوجو بتاع التليفون ده، وابدا اضيفه على الترانسفورم مكان اللوجو القديم ده. وبعد كده اجي على الترانسفورم بتاعته ابدا اسنتر المكان بتاعه واغير السايز كده بالشكل ده وانزله تحت كده بالشكل ده كده، وابدا اغير التكست التاني اخليه سبورت بالشكل ده واجيبه ناحيه الشمال شويه، واجي بقى على الترانسفورم ديت واجي على الكي فريم ابدا اغير اماكن الكي فريم بتاعتي، احددهم كده كلهم وابدا اسحبهم لورا شويه كده، مثلا عند فريم 45 نخلي ما بين كل واحد والتاني نخلي ما بينه 5 فريم. لكن هاجي على الفريم اللي هو التاني وهخلي مكانها يبقى هنا، وهاجي على اول فريم انزل مكانها برضو تحت شويه كده، وهاجي اتفرج كده هلاقي ان الاتنين طلعوا ورا بعض. هبدا برضو كده ايه اخد دي كده كاترل C، واجي هنا كاترل V، نفس الموضوع برضو هوصل الترانسفورم عندي كده بالمالتي ميرج، واجي اشيل الميديا ديت امسحها، واجي اجيب العلامه اللي بعدها اللي هي العلامه دي واضيفها على الترانسفورم دي كده، وابدا اسنترها بالشكل ده كده، واجي على التكست اكتب زي ما الراجل كاتب جوب بورد بالشكل ده، وابدا برضو اسنتر الكلمه عندي بحيث ان هي تبقى هنا كده بالشكل ده. وبعد كده اجي على الترانسفورم دي كده واجي على الكي فريم زوم تو فيت احدد دول كلهم كده وابدا اخليهم يبداوا من فريم 50، واجي على الفريم رقم 80 بقى اللي هو التاني وابدا انزل دي كده تحت شويه بالشكل ده، تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهاجي على الرابعه كاترل C كاترل V، لما نضيف موشن بلور هنلاقي الموضوع زي ما هو عامل بالظبط، لكن ده في الاخر خالص. بعد كده هلاقي ان الباك جراوند عندي بتبدا تتقلب للون الاسود وزوم ان ده بيحصل او الحاجات دي بتطلع. فهاجي على الباك جراوند كده اجي عند حوالي فريم 105 هعمل كي فريم على الجريدينت، واجي عند فريم مثلا 120 او 118 مثلا واخلي اللون ده للون الاسود كده شويه او الرمادي شويه، واجي على اللون الابيض ده اخليه للون اغمق منه شويه.
بعد كده هاجي اعمل الانيميشن للشكل ده بحيث ان هو يختفي كده ناحيه الشمال. فهاجي عند الترانسفورم بتاعته دي كده، واجي عند فريم 103 مثلا او 102 واعمل كي فريم على السنتر، واجي عند الفريم رقم 108 وهخليه يروح هنا كده، واجي على السبلاين، اجي على الايز اوت كيوبك الشكل ده، هلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده. واجي على الشكل التاني ده كده على الترانسفورم دي، اجي عند الفريم 102 برضو على الانجل اعمل كي فريم، وعلى السنتر اعمل كي فريم، واجي عند الفريم 125 اخليها تيجي هنا واخليها تلف كذا لفه كده وتثبت في الشكل ده. واجي على السبلاين احدد اخر 2 كي فريم دول كده، كليك يمين اوت كيوبك الشكل ده. بعد كده بيحصل زوم اوت بسيط خالص، فهاجي على الترانسفورم دي كده، واجي عند الفريم حوالي 124 او 123، واجي على السايز وعلى السنتر، واجي عند الفريم 130 او 131، اطلع دول فوق كده شويه او انزلهم تحت كده شويه واصغر حجمهم شويه كده. واجي على السبلاين احدد اخر 2 كي فريم دول، واجي على الايز اوت كيوبك، وهلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده كده. ناقص بقى معايا انيميشن التكست ده والانيميشن او المربع اللي بيحصل ده. فانا هاجي على المالتي ميرج دي كده، ممكن تقدر تعملها في المالتي ميرج دي او تعملها في المالتي ميرج دي، لكن انا هاجي هنا مثلا كده بعد الترانسفورم دي اضيف تكست واعمل له ميرج كده، ابدا اشتغل بقى من فوق لتحت عادي عشان المساحه يعني وكده. فهاجي اكتب زي ما هو كاتب what do you want to create، واصغر الحجم بتاعها شويه كده واسنترها معايا بالشكل ده. واجي على التكست كليك يمين اختار فولور، واجي على الموديفاير اجي عند فريم حوالي 118، واجي على الترانسفورم اغيرها من كاركترز اخليها وورد، واجي على الاوفست اعمل كي فريم، واعمل كي فريم برضو على الفريم 125، هرجع للفريم 118 تاني وارفع الكلمه معايا فوق كده بالشكل ده بحيث ان هي تبدا من فوق لتحت. واجي برضو على الميرج دي هعمل كي فريم على البلند، واجي على الفريم حوالي 122 مثلا او اي حاجه مثلا اعمل كي فريم برضو على البلند، لكن هخليه هنا 1، وهاجي على اول فريم هخليه 0. وبعد كده هرجع للفولور تاني الموديفاير، ارجع للفولور واجي على تايمنج ازود تايمنج شويه كده او ازود الديلي شويه كده بحيث ان الكلمه تتاخر عن اللي بعدها. اجي اشغل كده هلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل ده، لكن البلند محتاج يطول شويه، فهاجي كده احدد دول كده كلهم وازقهم فوق شويه كده او ازقهم قدام شويه كده وادوس حرف الاس عشان يعمل لي سموز، هلاقي معايا الانيميشن بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي اضيف لهم جلو، او انا بقى هضيف لهم ديب جلو، دي بلجن انا جايبها من بره مش هتلاقوها موجوده في البرنامج، او انتوا تقدروا تضيفوا سوفت جلو. تعالوا نشيل الديب جلو ونضيف سوفت جلو عشان تعملوا برضو ورايا الخطوات، عشان برضو اكيد مش هتلاقوا عندكم الديب جلو ديت. نبدا بقى نضيف ايه الجلو ديت على التكست كده بالشكل ده، ونزود الجلو سايز بالشكل ده كده، ونزود الجين بتاعنا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هاجي بعد التكست دي هضيف باك جراوند اعمل لها ميرج كده، واجي على الباك جراوند دي اضيف ريكتانجل ماسك، وهبدا اعمل الشكل اللي معايا ده، هضيف له كورنر راديوس وهقلل الهايت بتاعه شويه كده حاجه بسيطه بالشكل ده، واقلل الويدث بتاعه برده كده بالشكل ده. هغير اللون بتاعه اخليه لون رمادي كده شويه، لكن رمادي فاتح شويه بالشكل ده، وهغير السنتر بتاعه كده هظبطه كده ان هو بحيث ان هو يبقى هنا. بعد كده علشان اعمل الستروك الابيض ده هعمله بنفس الطريقه، هجيب باك جراوند واحطها فوق الباك جراوند دي كده، واجي على الريكتانجل ده كاترل سي كاترل شيفت في، واجيب الانستنس بتاعه ده اوصله بالباك جراوند دي، واجي على البوردر ويدث كليك يمين دي انستنس، واجي على السوليد كليك يمين دي انستنس، اعمل انشيك للسوليد وابدا ازود البوردر ويدث بتاعي كده شويه، واغير الباك جراوند دي اخليها باللون الابيض. انا محتاج اقلل البوردر ويدث حاجه بسيطه كده يعني، اظن الشكل ده كده كويس. بعد كده هاجي اضيف الكلمه بتاعتي، هسحب تكست بلس كده واضيفها فوق الميرج دي كده بالشكل ده، واجي اكتب ستارت ناو واصغرها بالشكل ده بحيث ان هي تبقى زي ما الراجل كاتب بالظبط بالشكل ده كده. بعد كده هاجي اضيف لهم سوفت جلو بالشكل ده، وابدا بقى ايه اظبط اعدادات الجلو بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هاجي اجيب ريكتانجل ماسك واعمل له ماسك للميرج رقم 10 دي بتاع الشكل كله، اعمل ماسك كده بحيث ان الشكل ده هيبقى جوه الريكتانجل ماسك دي، فهاجي احط الريكتانجل ماسك دي بحيث ان هي تبقى موازيه للبار كده، واعمل انفيرت بالشكل ده، وهاجي اعمل انيميشن بقى للشكل اللي معايا ده. هاجي على الميرج دي كده هيبدا ينزل الفريم رقم 130، هعمل كي فريم على السنتر، هرفع هنا كده واجي عند الفريم رقم حوالي 170 انزل الشكل معايا بالمنظر ده، واجي على السبلاين كاترل ايه
اوت كيوب. ناقص بس ان احنا نضيف موشن بلور. نيجي على الميرج دي كده، نيجي على سيتنج موشن بلور، نعليه مثلا ل9 مثلا او ل10، ونعلي الشطر انجل على الاخر. ونيجي على الميرج دي نعلي الموشن بلور ل10 ونعلي الشطر انجل على الاخر. بعد كده نيجي نعمل ريندر عشان نشوف احنا عملنا ايه. ريندر كاش نخليها سمارت. عبال ما يعمل ريندر يا ريت تعملوا لايك وتعملوا اشتراك، لان عدد كبير من الناس مش مشتركين في القناه. صلوا على النبي في الكومنتات، وتكتبوا لي كومنتات بايه الحاجات اللي انتوا عايزينها في الفتره الجايه، وايه المونتاج اللي انتوا عايزين نعمل زيه مثلا على برنامج دافينشي. ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها على برنامج دافينشي. بقى بعد ما الريندر خلص نشوف النتيجه اللي احنا عملناها. نتفرج كده. ما شاء الله عليك يا ابني، والله شغل عالي. اظن كده ملكوش حجه اللي بتشتغلوا بالكراك على برامج افتر افكت وبريمير. يعني بدافينشي تتعلموه هتعرفوا تعملوا كل حاجه. ده الريفرنس اللي الراجل عامله، وده اللي احنا عملناه نفس ما الراجل عامل بالظبط. احنا نقدر نعمل على دافينشي. الموضوع بس كله محتاج تفكير، محتاج كرياتيفيتي، وهي دي المشكله الكبيره يعني. لكن انت في ايدك سوفت وير ببلاش تقدر تعمل بيه حاجات كتيره جدا. فياريت ما تعملش بكراك وتتجه للطرق الحرام وتخلي الدخل بتاعك اللي هتدخله حرام. ده كان فيديو النهاردة. اتمنى تكتبوا لي عايزين ايه في الفيديوهات الجاية. تدوسوا لايك، تدوسوا اشتراك، وسلام عليكم.